احنا فين؟ احنا هنا في رشدي في ستانلي، كوبري ستانلي. اعزائي واحبائي متابعين قناه نتعلم معا في كل مكان في العالم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا احنا في البدايه بنعتذر لكم عن ان احنا مقلين وفي التاخير، وان احنا بنرفع فيديوهات قليله، لكن والله بس هي الظروف والشغل. وطبعا احنا زي ما احنا شايفين دي منطقه رشدي كوبري ستانلي. انا عامل الفيديو ده النهارده مخصوص علشان الجو الجميل ده في اسكندريه. طبعا احنا النهارده 20 مارس 2024. الجو جميل جدا وسامعين صوت البحر طبعا وشايفين الجمال. انا عامل الفيديو ده للناس اللي بتشوف كوبري ستانلي وبتشوف الفيديوهات اللي بتنزل على النت، للشباب اللي بيصور كوبري ستانلي وبيصور في كوبري ستانلي ومش قادرين يجوا يعني يتمشوا او يتفرجوا او فاحنا النهارده بنصور لكم الكوبري وجمال الكوبري وجمال المنظر من اوله لاخره. هنحاول نعدي الناحيه الثانيه، والراجل اهو بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه، ربنا يحميه ويرزقه، بيصطاد فوق الكوبري. الجو جميل، والساعة دلوقتي قبل 10 صباحا، يعني تقريبا 9:30 كده في الحدود دي. فبصراحة يعني اللي عايز، واحنا في رمضان طبعا، احنا النهاردة في نهاية العشر الأواخر من نهاية العشر الأوائل، أول 10 أيام من رمضان. كل عام وأنتم بخير ورمضان سعيد عليكم. طبعا المنظر جميل، واللي عايز يمارس الرياضة وعايز يشم هواء نقي اتفرج على المنظر الجميل ده. الواحد يعني بيبقى واقف خايف، مش متعود على الأماكن المرتفعة، بس صوت البحر وصوت العربيات والذكريات. المبنى اللي هناك ده له ذكريات في ستانلي. عاملين لكم حاجه زي كده، يعني زي بانوراما بسيطه خالص عن منطقه رشدي ومنطقه كوبري ستانلي. لما الاشاره تقفل هعدي لكم الناحيه الثانيه. دلوقتي هصور لكم الايه، يا رب بس الصوره تكون واضحه، لان انا اصلا بصور مش شايف الشاشه اطلاقا من الشمس، يعني مش عارف ولا الاضاءه عندي ضعيفه. هحاول اكبر الاضاءه ان شاء الله. وعدنا إليكم من جديد بعد ما حاولنا نكبر الإضاءة وبرضه مفيش فايدة، مش شايف أي حاجة. بس هو إن شاء الله ربنا يستر، أعتقد الفيديو بيصور. مجهود كبير، تحط ايدك على الحديد هنا في السور تسمع رجة العربيات. فالموضوع برضو يعني يمكن انا سبحان الله سنين وسنين في اسكندرية، يمكن دي اول مرة الواحد يجي هنا ويتمشى في الكوبري الجميل ده من اوله لاخره كده. صورنا لكم قبل كده، اللي هيخش في القناه هيلاقي الكوبري بتاع ميامي الجديد اللي معمول على نفس الطراز ونفس الشكل بتاع كوبري ستانلي في رشدي. طبعا كوبري ميامي جميل جدا وكبير جدا ومظهر حضاري ولمسه فنيه جميله جدا جدا جدا. بفكر ان انا النهارده يعني ايه اعمل لقاءات كده مع الصيادين ونسالهم شويه اسئله، بس يعني انا ما بحبش اتطفل على حد، مش عارف يعني يعني بحرج برضو. يعني مثلا لو وقفت صياد كده من دول وقعدت قلت له معاك قناه نتعلم معا، قناه على اليوتيوب تحب تطلع في اليوتيوب،
وانت بتصطاد بطعم ايه، وانت بتيجي كل قد ايه، وتنصح الناس بايه. مش عارف، يعني بحسس ان هي تطفل، وبحس ان انا بعطله، وان انا بتدخل في يومه. ممكن يعني ممكن برضو يتضايق من كلامي، ممكن بحس، معرفش، بحس ان انا ايه، هو فيها حته استغلال، يعني ان انا ايه، عشان اعمل فيديو يجيب لي فلوس ولا اعلانات ولا مشاهدات، فبعمل اي كده لقاء. لا، ما بحبش كده، يعني الكلام ده انا ايه، مش عارف. في ناس تقول لك عادي يا عم، ايه المشكله، ما تعمل افكار جديده وتعمل افكار حلوه، بس انا ايه، ما اتعودتش على كده في حياتي يعني بقى اتعودت ان انا اعتمد على نفسي. زي ما احنا شايفين، احنا بنعدي الاشاره وقفت اهي. اتعودت اعتمد على نفسي، واعتمد على مجهودي الشخصي بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا اعتمد على ربنا سبحانه وتعالى. فالنهارده زي ما انتم شايفين، اللي عايز يجي يتصور بقى يا جماعه النهارده يقف في نص الكوبري ده بسرعه كده، والاشاره مقفوله، ويتصور. انا عملتها زمان، عندي صوره هنزلها لكم، يا رب الاقيها بس هنزلها لكم. صور ايه، واحد صديقي مصورني في نص الكوبري وانا فاتح دراعاتي وبحضن الكوبري كله. فدي بقى الضفه الغربيه من الكوبري، ما اعرفش ولا الشرقيه. احنا عدينا النهارده. تحياتنا لاهل الضفه واهل غزه واهل فلسطين، كل عام وانتم بخير، وربنا يفك كربكم يا رب. في كيس اسود اهو تحت، مش عارفين ده قنديل اسود ولا كيس. المنظر فظيع طبعا. اللي في ناس بتنط من هنا، مش عارف، انا زمان شفت واحد طلع فوق الكوبري ده ولا ايه، ونط في الميه بس من الناحيه التانيه، بس ما اعتقدش، صعبه جدا طبعا. في شباب كانوا بيعملوا باركور هنا. المنظر جميل. انا سمعت ان هنا في ناس بتيجي تفطر على الفطار ده. يا جماعه منطقه ستانلي، شايفين الجمال والحلاوه. انا بحاول اقرب، بس طبعا انا بقرب لكم المنظر، انا مش شايف اي حاجه. معرفش ايه اللي حصل في الشاشه، هي الشاشه مش بايظه ولا حاجه، بس كاضاءه يعني والله معلي الاضاءه على اخر حاجه. مش عارف، يمكن عشان الموبايل لسه ما صحاش ولا ايه، مش عارف. يا اما مشحون مفيش، مش عارف. يبقى الواحد هو اللي ما صحاش، بني ادم هو اللي ما صحاش. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم يا رب، وربنا يوفق الجميع، وربنا ينجح الطلاب جميع مراحل الدراسه ايا كان نوعها وايا كان تخصصها في مدينه الاسكندريه وفي جمهوريه مصر العربيه وفي كل البلدان والوطن العربي. اي حد من الوطن العربي يا جماعه بيسمعني، انا بصور لك من اسكندريه. احنا دخلنا في منطقه دل اهو. ايوه الحمد لله، انا شفت الشاشه بتصور 8 دقايق و30 ثانيه. الحمد لله الحمد لله. كوبري ستانلي رشدي، الجو جميل ومشمس وشمس صافيه وزرقاء. اللي عايز يتفسح، اللي عايز ينزل يخرج يغير جو، المكان ده جميل، من الاماكن الجميله جدا في الوقفه. شايف فيه كازينات اهو، مورانو وريستورانت اند كافيه. هنا صوروا فيلم تقريبا، لما كانت البنت ممثله مش فاكر اسمها، بشرى، بتقول لابوها في الفيلم، بتقول له الله يا بابا شايف ستانلي؟ قال لها ستانلي انت عليا شويه، مش عارف، كانت بيتكلموا في موضوع، فبتقول له ستانلي احنا هنا في استنى، الله يا بابا استنى احنا في ستانلي. قال لها ستانلي انت عليا شويه. فاحنا في منطقه ستانلي، وده كوبري ستانلي. هنا بقى الشباب اللي بيحب، عنده هوايه التصوير او حرفه التصوير، اللي هو بيمتهنها يعني، بيعتبرها مهنته، بيجي هنا ماسك الكاميرا الطويله ديت، ام خابور طويل دي، ام منظار، وبيبتدي بقى ايه، يعمل سيشنز ويعني ايه جلسات تصوير وحاجات زي كده. طبعا مش هنقرب اكتر من كده عشان في امن في اول الكوبري، لو شافني بصور
طبعا اعتقد ممنوع ان انت تصور امن او او يعني ايه فرقه حراسه او ايا كان حاجه زي كده. فانا اعتقد ان احنا هنكتفي بهذا القدر الجميل والرائع من تصوير كوبري ستانلي، لان احنا تقريبا وصلنا لنهايته من الناحيه الثانيه. رايحين على منطقه بقى رشدي وسيدي جابر وكده. في بدايه الكوبري دي بيسموها منطقه بوكله، وكلها ستانلي يعني ورشدي، بس يعني هي المحطه اللي قبل ستانلي بوكله. تنزل كده الشارع ده لو اخدته لاخره في التامين الصحي هنا، وبعد كده بقى بتخش على منطقه سيدي جابر والكوبري بتاع القوات المسلحه وشارع المشير. ده الناحيه الثانيه، يعني انا بحكي لكم بس بصور لكم من الناحيه الثانيه. الناحيه دي اهي كده الكوبري وشارع المشير. كل عام وانتم بخير اعزائي واحبائي متابعين قناه نتعلم معا في كل مكان في العالم. مش هوصيكم وما تنسوش تعملوا اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يصلكم كل ما هو جديد. والامر برضو يعني ما يمنعش ان انت تخش في قناه نتعلم معا تتفرج على اي فيديو يعجبك. قناه بقى لها من نهايه 2019 بادئه، وربنا يوفق الجميع. وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمه، ومش هنسى اجيب لكم معايا البهجه والبسمه والكلمه الحلوه والكلمه الطيبه. كان معكم محمد فكري من قناه نتعلم معا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي اهو الاشاره وقفت، اقف اتصور، خد اللقطه الجميله بتاعتك، وسلام عليكم.